الاهلي يعمل ايه عشان يكسب باتشوكا المكسيكي؟ اول حاجه لازم اللعيبه تفضل فاكره ان هي بتلعب في الاهلي، لان دي وراها حاجات كتير. تاني حاجه التركيز في المباراه، لانك لو سرحت في وقت من الاوقات في الماتش باتشوكا هيغفلك. يعني كسب بوتافوجو ده كل الفرق كانت خايفه منه، يعني احنا كنا خايفين منه الاهلي، وكانوا دايما بيقول لك ايه، احنا هنلاعب ريال مدريد في النهائي. باتشوكا كسبتهم 3-0 في الماتش اللي فات. فانت عشان تكسب باتشوكا في كاس التحدي وتوصل للمباراه النهائيه مع ريال مدريد لازم تعمل حاجات كتير. اول حاجه لازم تبقى في كامل تركيزك في المباراه وتنفذ تعليمات الكوتش بالحرف. يعني انا بشوف كولر في الماتشات الكبيره بيعرف يلعب الماتشات الكبيره، زي مباراه العين ومباراه الزمالك، مباريات كتير يعني، ومباراه ريال مدريد قبل كده وكاس العالم للانديه اللي فاتت يعني طبعا. فهو كولر في الماتشات الكبيره بيعمل ايه؟ بينزل تحت الكوره، يعني مش بيجازف. بحب انا المدرب اللي مش بيجازف في الماتشات الكبيره. بيعمل ايه؟ بينزل تحت الكوره وبيضغط من نص الملعب، ما بيبيعش فرقته في التلت الهجومي ولا بينزل للتلت الدفاعي فبيضغط من الفرقه الثانيه، لا، بيروح بيضغط من نص الملعب. واللي بيساعده في ده ان عنده 3 في نص الملعب اقوياء جدا، مروان عطيه واكرم توفيق وامام عاشور، فبيساعدوه بشكل كويس جدا ان هو يضغط من نص الملعب، بحيث لما يقطع الكوره في نص الملعب يعمل التحول الهجومي سريع جدا، بدل ما ينزل تحت في الثلث الدفاعي ويقطع الكوره قدام الجون او هتبقى منطقه خطر عليه ويقطع الكوره وينقل فيبقى النقل بطيء فالفرقه الثانيه تبقى رجعت لمركزها الدفاعي. لا، هو بيضغط من نص الملعب من اكرم توفيق ومروان عطيه ويسلم الكوره لامام عاشور. امام عاشور ينقل الفرقه عند حسين الشحات او طاهر او وسام ابو علي على طول، وعملناها في ماتش بيراميدز انا فاكر. قطع الكوره مروان عطيه سلمها لامام عاشور، امام عاشور بوش رجله على طول عملها لوسام ابو علي، وسام ابو علي جون على طول في الشناوي في الزاويه البعيده. فاحنا عايزين نستغل النقطه دي في الماتش اللي جاي يوم السبت مع باتشوكا المكسيكي، ان انت النقل الهجومي بسرعه ده بيساعدك ان انت تستغل الفرقه، تقدم الفرقه. اكيد باتشوكا هتهاجمك، فانت هتستغل ان هي متقدمه فتلعب في ظهرها في الدفاع في ظهرها على الجون على طول. وانا شايف ان هي فرقه دفاعيه ونص ملعب مش جامده جدا، يعني بوتافوجو كان الشوط الاول متقدم عليها في الهجمات وفي الاستحواذ في الكوره وكده. فانت لازم تستغل ان هم مش اقوياء دفاعيا او في نص الملعب، فانت لازم تمسك كوره. مروان عطيه طبعا لازم يمسك كوره تحت رجله شويه. اكرم توفيق تسليمه والتسلم لازم يبقى احسن من كده، يشتغل على نفسه اكتر قبل المباراه. امام عاشور لازم يبقى اجريسيف اكتر، يعني في المباراه اللي حس امام عاشور من اسوأ اللعيبه في مباراه ارلاندو بيتس في الماتش في جنوب افريقيا، من اسوأ اللعيبه. لازم يبقى اكتف اكتر من كده في الملعب. قفشه طبعا ليه دور، لعيبه كتير، محمد طاهر من احسن اللعيبه الفتره الاخيره معانا في الاهلي. كل اللعيبه، محمد الشناوي كابتن الفرقه طبعا، كل اللعيبه لها دور. اتمنى ان المباراه تبقى على مستوى كاس العالم للانديه بقى، عشان احنا بنوصل رساله لمجموعتنا في كاس العالم للانديه الكبار، ان احنا هننافس، ان احنا هنصعد، احنا مش جايين ضيف شرف في كاس العالم الكبار مع انتر ميامي والناس دي. لازم نوصل لهم رساله ان احنا جايين ننافس، مش جايين مشاركه كده وخلاص. فاتمنى ان الاهلي، وان شاء الله انا متوقع ان الاهلي هيكسب ان شاء الله 2-1، وتوقع ان وسام ابو علي هيبقى نجم المباراه، وان شاء الله هتبقى مباراه قويه جدا يعني.